الاهلي في مواجهة صعبة مع صن داونز في نص نهائي السوبر ليج. هنشوف قائمة الاهلي اللي سافرت لجنوب افريقيا، وكمان هنشوف تشكيل الاهلي لمواجهة نادي صن داونز، وكلام مهم قوي عن المباراة النهاردة وعن اهم الغيابات. فيلا بينا. الاهلي في مواجهه صعبه امام صن داونز الساعه 3 العصر، وصن داونز بيختار الوقت ده بالذات علشان عارف ان النادي الاهلي مش متعود يلعب بالنهار، وبيكون الاجواء حر على الاهلي وبيتاثر. كمان صن داونز في المباريات اللي زي كده بيحشي جماهير كبيره علشان تؤازر الفريق، حتى لو هيعمل التذكره ببلاش اهم حاجه يكون في اعداد كبيره موجوده في اللقاء. بس في نقطه مهمه، صن داونز على ارضه بيخسر سهل، اما في ارض المنافس بتلاقيه بيفوز. صن داونز على ارضه بيخسر لانه بيبقى عاوز يكسب، فبيهاجم بلعيبه كتيره، فبتلاقي مساحات وراهم، ودي نقطه لازم ان انت تستغلها. مباراه زي كده ما ينفعش اقول لك نخرج منها 0-0 او صن داونز حتى يفوز عليك 1-0 ونبقى نشوف هنعمل ايه. لا، صن داونز فعلا نقطه ضعفه على ارضه، لازم تعمل عليه نتيجه ايجابيه، وده عكس اي فريق تاني بتلاقيه على ارضه كويس وعلى ارض المنافس ضعيف. صن داونز برضه مختلف عن اي فريق تاني لانه بيخترق من العمق. اي فريق تاني بما فيهم الاهلي بيبقى اهم اسلحته الاطراف، صن داونز مختلف عن اي فرقه تانية، فهيبقى في دور كبير قوي على مروان عطيه واليو ديانج انهم يقفلوا نص الملعب، وكمان في دور مهم قوي على عبد المنعم ورامي ربيعه انهم يتعاملوا مع السرعات بتاعت اللعيبه بتاعتهم، ولازما يكون رد فعلك عالي. طيب تعالى كده نشوف قائمه النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، واستمرار غياب حمزه علاء. في خط الدفاع محمد هاني وخالد عبد الفتاح واكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول وكريم الدبيس، وغياب محمود متولي وكريم فؤاد. في خط الوسط اليو ديانج ومروان عطيه واحمد نبيل كوكا وكريم وليد ندفد ومحمد مجدي قفشه، وغياب عمرو السوليه وامام عاشور. على الاجنحه هيبقى موجود محمد الضوي كريستو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو، وغياب احمد عبد القادر. في راس الحربه هيبقى موجود معاك موديست وصلاح محسن ومحمود كهربا. اما بقى تشكيل النادي الاهلي امام صن داونز، فهيلعب في حراسه المرمى محمد الشناوي، قلبين دفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، على اليمين هيلعب بمحمد هاني وعلى الشمال علي معلول. في وسط الملعب هيلعب بمروان عطيه في مركز 6، قدامه 2 محمد مجدي قفشه واليو ديانج. وفي خط الهجوم وعلى اليمين هيلعب ببيرسي تاو وعلى الشمال حسين الشحات، ورأس حربة محمود كهربا. موجود معاك على الدكه ناس تغير لك نتيجه اللقاء زي رضا سليم، كارت مهم قوي بالنسبه لك. معاك برضو في الهجوم موديست وصلاح محسن، ومعاك كوكا لو حابب تدعم وسط الملعب. كمان برضو طاهر وكريستو، الاتنين دول المفروض لو نزلوا في اي وقت يكونوا جاهزين ويغيروا نتيجة اي مباراة. بس من اهم اللعيبة بقى اللي غابت عنك طبعا هو امام عاشور. فعلا كان لاعب هيفرق معاك قوي في مباراة زي كده، لان هيكون عاوزين واحد بيعمل اسيستات كويسة في ظهر صن داونز، لان هيكون عندهم مساحات كبيرة قوي، وده اللي ممكن يعمله قفشة. وكمان قفشة بيبقى على حسب حالته في المباراة، يعني لو حلو هيديك كام كرة كده، ولو وحش مش هيخرج اساسا الكرة من رجله. اتمنى يكون اللعيبة كلها جاهزة للماتش، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.